السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي الحلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل لفة جلاش. هنعملها بطريقة سبعات وثمانيات، بيبقى شكلها جميل جدا. سبعات وثمانيات بيبقى شكلها جميل جدا. هنعملها النهاردة سبعات وثمانيات. كل اللي عندي، انا عندي لفة جلاش صبحة. هاخد منها اول مرة هاخد 3-4 ورقات. انا عندي الحشوات بتاعتي، عندي كنافة وعندي مكسرات وعندي كوباية سمنة على زيت، زبدة على زيت، زي ما انت المتوافر عندك ان شاء الله. يعجبكم الفيديو دوت. وطريقة سهلة جدا جدا جدا. اول حاجة هجيب لفة الجلاش. لازم الجلاش بتاعي لازم كل ورقة، مش شرط ان انا اكتر السمنة فيها، ما تاخدش سمنة كتير، بس عشان يبقى مورق لازم ادهن بالفرشة بتاعتي كل ورقة الجلاش. يعني مش شرط الكمية، بس انك انت بتمرري السمنة كلها على ورقة الجلاش ديت، هي دي اللي بتخليها مورقة. انا عندي هاخد دلوقتي 4 لفات جلاش ورا بعض، 4 ورقات، 4 ورقات جلاش هاخدهم ورا بعض. انت عاوزة تطخني اكتر من كده يبقى سميكة اكتر، ممكن يخليهم 5، بس انا لازم 4 حلوين، مش وحشين، فلقيتهم 4. انت ممكن تخليهم 3، ممكن تخليهم 5، حسب ما انت عاوزة. فانا رحت عاملة ايه؟ خدت ال4 ورقات جلاش بتاعتي وحطيت في اول جزء منهم الكنافة بتاعتي نية. الكنافة بتاعتي نية، انا حطيتها وقفلت عليها اول طبقة من الجلاش. بعد كده رحت رشة المكسرات بتاعتي، رشيت معلقتين مكسرات بتاعتي ولفتهم في حدود ال4 سنتي، اللي هو بحدود 4 سنتي كده ولفتهم كده. في زيادات كده متقطعة، هقطعها واشيلها واروح حطاهم بقى في القالب بتاعي. القالب بتاعي انا نسيت ادهنه سمنه، فدهنته معلقه سمنه كده رشه سمنه بسيطه كده وحطيت اول 4 لفات ورقات جلاش انا حطيتهم صحاح زي ما انت شايفينه كده. اعمل تاني 4 تانيين اجمعهم، ونفس الحكايه لازم اغطيهم بالسمنه. لازم اغطيهم بالسمنه، مش شرط الجلاش يبقى مقطع او المهم اول ورقتين يبقوا سلام، واللي جوه لو هي متقطعه نحطهم جنب بعض. او دلوقتي لازم اورق الجلاش بتاعي بالسمنه، فباخده انا يمين وشمال وادهن بيه السمنه بتاعتي كده كويس جدا. ادهن بيه ورقه الجلاش بتاعتي، ادهنها بالسمنه كلها من فوق ومن تحت، ودي فردتها تاني واروح عامله بقى العكس بقى، عشان المكان مش عارفه ليه المكان صغير النهارده كده. فاروح جايبه ورقه الجلاش واعمل السمنه من الناحيه التانية، ونفس الحكايه لازم تورقي الجلاش كله. ورقه الجلاش لازم كلها تسقيها بالسمنه. خلاص انا سقيتها كلها بالسمنه كده. نفس الحكايه اعملها بالكنافه. الكنافه عندي دي نيه ما فيهاش اي شيء. الكنافه بتاعتي دي كده اهيت، واروح حطاها كده في الجزء الاولاني، وبعد ما احط الكنافه اروح حاطه المكسرات بتاعتي على بقيه لف ورقه الجلاش. حاطه معلقتين مكسرات. المكسرات طبعا متواجده عندي، واروح لفاهم كده. بصي المربعات، ادي مربعات دي في حدود 4 سنتي بالظبط. في زياده كده اللي هي في هنا هشيلها، زياده الورقه هنا عشان تبقى على قد القالب بتاعي بالظبط. يبقى خلاص انا كده خلصت القالب بتاعي، هو قالب صغير. هقطعه بقى 7 و8. هقطعه 7 و8، بيبقى شكلها جميل جدا وبتبقى مورقه، بتبقى جميله جدا. انا اقطع القالب بتاعي كده كله 7 و8. هي طريقه سهله ما فيهاش اي شيء، سهله جدا. الجلاش يعني ممكن تعملي كل يوم صنف جديد. من لفة جلاش واحدة تعملي صنف جديد، وسبحان الله كل واحدة، رغم ان الجلاش واحد والسمنة واحدة والمكسرات واحدة، بس حسب اللفة سبحان الله بتبقى كل لفة ليها طعم. يعني 7 و8 دي لها طعم، الصوابع ليها طعم، السادة ليها طعم، سبحان الله. انا بعد ما خلصتها كده اسيها بقى كلها برضو، اغطيها كلها بالسمنه عشان الوش بتاعها يتحمر. كل ما تحط عليها السمنه كل ما الوش يتحمر بسرعه. اهي انا عملت قالب تاني برضو
بس قطعته أصغر من الأولاني، قطعته 7 8 أصغر شوية من الأولاني. أهو طلع يبقى لفة الجلاش طلعت قالبين عندي من القوالب ديت، قالبين عندي من القوالب ديت أنا عملتهم. كل اللي أنا أعملهم بقى دلوقتي هدخلهم كلهم في الفرن على درجة 180 درجة. هو أول ما الوش بتاعها بيحمر تلاقي هي ورقت، وتلاقي كلها إيه بقت جميلة كده. هو خلاص بصي أنا طلعتها ما شاء الله، الريحة طبعا جميلة. كل ما تكون نوع السمنة كويس كل ما تديكي ريحة وطعم أجمل. ففعلا الحلويات الشرقية ديت كل ما تدي السمنة البلدي كل ما تبقى أجمل بكتير. أنا عاملة السيرب بتاعي طبعا أنا عملته معاكم، بعمله مرة واحدة فلسه عندي سيرب. فهو إيه السيرب بتاعي اللي أنا عملته، هسيب لكم اللينك بتاعه في أول تعليق بعد كده. طبعا الصوت ده جميل جدا، أنا بحب صوت السكر لما يتنزل السيرب ينزل على الجلاش كده اهوت، بيبقى يغلي ويبقى ريحته جميله جدا، بتطلع لك ريحه جميله جدا. احب المنظر ده جدا قوي قوي قوي، بتحس ان الحاجه بتاعتك خلاص نجحت. بصي بتتشرب ازاي، فوران بتاع السكر مع السخونيه بتبقى جميله جدا ما شاء الله الحمد لله. بصي دي الجلاش اللي احنا قطعناها كبير، ده القالب الاولاني اللي احنا قطعناها كبير، فجميل جدا. وطبعا سخن مش قادره بصراحه، مش قادره امسكه خالص، فانا هسيبه شويه لحد ما اطلع القالب التاني ونعملهم الاتنين مع بعض. هو طبعا عاوزه افككم من بعض، سخن جدا مش قادره بصراحه، يعني مش قادره سخن جدا. فانا هسيبه شويه كده اهوت وبعدين ارجع لكم بيه ايه تاني. هنعمل بقى هنطلع دلوقتي بقى القالب التاني ما شاء الله طبعا جميل جدا، ريحه طبعا جميله جدا. هحط عليها برضو نفس السيرب هو اهوت، هحط عليه السيرب بتاعه ونشوفه ايه جميل جدا. ده قطعته قطع اصغر شويه من القلب بتاعي. التقطيع طبعا ديت بتاعتك دي حاجه بتاعتك انت، عاوزه تقطعي كبير قطعي، عاوزه تقطعي صغير قطعي، بس انا لقيتها هي صغيره كده وشكلها بقى اجمل يعني. فهنحط عليها بقى السيرب هو نفس السيرب اللي كنا عاملاه المره اللي فاتت، هو نفس السيرب اللي كنا عاملينه المره اللي فاتت لوحديها. خلاص كده اهوت جميل جدا السيرب دوت. طبعا نفس حط السيرب دي بتبقى جميله كده اهوت، السكر تحطيه عليها كده اهوت بيدي صوت جميل اهوت، صوت جميل جدا. وبيصر يتشرب بقى كله، هسيبه بقى يتشرب بقى كله كده اهوت. يتشرب بقى كله ونحطه خلاص كده اهوت. انا سقيتهم هما الاتنين، كل انا اسيبهم بس دقيقتين 3 لانهم فعلا سخنين، مش قادره امسكهم خالص، مش قادره امسكهم خالص. هحطهم في القالب بتاعي وارجع لكم تاني كده اهو. انا رصصتهم في القالب بتاعي ما شاء الله، كميه كبيره جدا، كميه جميله جدا، وشكلهم طبعا جميل ومورقين، واللون بتاعهم حلو. لو انت عاوزه تتكي عليهم اكتر من كده اهوت ممكن التسويه دي بتاعتك، بس هما كده اهوت يعني كده لحد كده اهوت هي جميل جدا كده اهوت. ومتشرب السكر، شرب السيرب بتاعه كله، ما دام شرب السيرب بتاعه يبقى هو الحمد لله كده اهوت ناجح. دي قطع صغيره وفي قطع كبيره، فيعني بصراحه لفه واحده من الجلاش طلعتني الطبق دوت كله ما شاء الله بالهنا والشفا. رمضان كريم علينا وعليكم. لو وصلت معايا بقى لحد كده اهوت ما تنسنيش بقى في لايك والشير والدعم الجرس عشان يوصلك كل جديد. رمضان كريم علينا وعليكم.